في صباح يوم الثلاث 14 يناير سنة 2025 بيتفاجئ كل أعضاء نادي مشهور في أكتوبر بوجود فيديو غريب موجود على جروب النادي. الفيديو كان فيه مشاهد فظيعة جدا اتسببت في حالة من الحزن الشديد ونشرت فضايح وكوارث، وللأسف الفيديو انتشر في كل مكان، وبالرغم من الفيديو وصل للشرطة لكن دي ما كانتش نهاية القصة. وعشان تعرف ايه اللي كان في الفيديو وايه سبب المشاكل دي كلها كمل معايا في الموضوع من أول. بس قبل ما نبدا ونعرف حكايه البنت دي ايه بالظبط ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. الحكايه بدات يوم الثلاث 14 يناير سنه 2025 لما وصل لاجهزه الامن في اسم اكتوبر بلاغ من المسؤولين في نادي مشهور جدا في اكتوبر بيقولوا ان في فيديو انتشر عندهم في جروب الواتساب الخاص بالنادي، وللاسف الفيديو ده متصور في منطقه معروفه جدا في النادي، واللي متصورين في الفيديو اعضاء من النادي نفسه. وطبعا الشرطه بتشوف الفيديو وبتلاقي جواه كوارث كتير. الفيديو متصور فيه 4 شباب من اعضاء النادي وهم شايلين بنت مغمى عليها وبينيموها على الارض وهي مش بتتحرك ولا بتقاوم حتى، وهم طول الوقت ده عمالين بيتحرشوا بيها وبيلمسوا جسمها، وبعدين قلعوها هدومها كلها، وكل ده وهم بيصوروه فيديو. في معلومه مهمه جدا عايز اقولها لكم، اليوتيوب بيقول لي ان في اكتر من 90% من اللي بيشوف الفيديوهات بتاعتي مش بيشترك في القناه، فارجوك انزل اعمل لايك دلوقتي واشترك في القناه. وبعد ما خلصوا وقفوا الفيديو وسابوا البنت وهي عريانه ومغمى عليها وحالتها كانت وحشه جدا. وللاسف هم ما اكتفوش بكده، دول تاني يوم نشروا الفيديو في كل جروبات النادي سواء بقى كانت على الواتساب او حتى الماسنجر. على طول الشرطه بتبدا في اجراءاتها وتحقق في الموضوع، لكن اول حاجه بتعملها الشرطه انهم بيمسحوا الفيديو اللي موجود على الجروبات، وطبعا من خلال الفيديو ده بيعرفوا المكان اللي متصور في الفيديو هو مكان تحت الانشاء تبع النادي، فبيروحوا على المكان ده ولحسن الحظ بيلاقوا كاميرات مراقبه مصوره المكان من بره، فبيلاقوا 2 من ال4 شباب اللي متصورين في الفيديو وهم داخلين مبنى ومعاهم بنت وكانت لسه في وعيها وبيتكلموا معاها، وساعتها دخلوا بيها المبنى اللي لسه تحت الانشاء، وبعد شويه لقوا 4 شباب خارجين لوحدهم، وواضح ان هم كانوا شايلين ادوات تصوير ومعدات اضاءه. وبعد فتره بيلاقوا البنت خارجه من المبنى وكان حالتها وحشه جدا وما كانتش حتى قادره تمشي، وطبعا بكده قدرت الشرطه تعرف ايه اللي حصل للبنت بالظبط، واللي كان واضح ان هي كانت متخدره وتعرضت لمحاوله اغتصاب. ومن خلال الفيديو بتقدر الشرطه ان هي تتعرف على الشباب دول، بس المشكله ان في اسرار مخفيه في الفيديو ده، وهي ان البنت كانت داخله معاهم وهي في وعيها. طب ليه عملوا كده في البنت دي وايه علاقتهم بيها بالظبط؟ والسؤال الاهم، هم عملوا فيها ايه بالظبط علشان ساعتها يتم تحديد العقاب اللي هيقع عليهم؟ وفعلا بيصدر امر من النيابه العامه انهم يقبضوا على الشباب ال4 دول، وساعتها اخدوا الموبايل اللي كان معاهم واللي اتصور بيه الفيديو علشان يبعتوه للجنه تحقيق ويفحصوا الفيديو ويتاكدوا من صحه الفيديو واللي حصل جواه. وبعد ما الشرطه جمعت كل المعلومات عن الشباب ال4 دول اتضح انهم من اعضاء النادي وكلهم ساكنين في منطقه اكتوبر، وبالرغم ان مستواهم المادي كويس وفي منهم من عائلات راقيه لكن اخلاقهم كانت فاسده وتصرفاتهم كانت متهوره. ده اللي قالوه الناس اللي عارفاهم في النادي لما الشرطه حققت معاهم عن الشباب ال4 دول. ولما الشرطه اخذت الفيديو من كاميرات المراقبه وواجهوا بيه الشباب دول اعترفوا على طول بالجريمه بتاعتهم وحكوا قدام الشرطه كل اللي حصل في اليوم ده. وساعتها اكتشفت الشرطه مفاجآت كتير، طلبوا من البنت دي انها تيجي معاهم النادي علشان هم عاملين حفله بمناسبه عيد ميلاد واحد صاحبهم، وقالوا لها ان صديقهم ده حالته النفسيه وحشه وعنده مشاكل وهم عايزين يخففوا عنه ويفرحوه. الغريب بقى ان البنت بتوافق انها تروح معاهم علشان يحتفلوا بعيد ميلاد صاحبهم، فبياخدوها على مبنى تحت الانشاء موجود في النادي، وتقريبا كده النادي كان بيعمل تطورات فيه وبيستدرجوها عشان تدخل معاهم. ولما بتدخل معاهم المبنى ده بتلاقي 2 غير اللي كانوا معاها، بس الحقيقه ان تصرف البنت كان غريب جدا وان هي ما خافتش ان هي وسط 4 شباب في مبنى مجهول. المهم ان هم بيكملوا الحكايه وبيعملوا ان هم بيحتفلوا بعيد ميلاد صاحبهم، وطلعوا العصير وصبوه في الكوبايات، لكنهم حطوا في كوبايتها مخدر من غير ما هي تشوفهم. وطبعا هي شربت العصير كنوع من الاحتفال بعيد الميلاد، لكن بعدها بدات تحس ان هي تحت تاثير المخدر واغمى عليها على طول وما حستش باي حاجه بعدها. ساعتها شالوها ونيموها في الارض، وبعد ما جهزوا كل حاجه بداوا تصوير الفيديو، والبنت ساعتها كان مغمى عليها تماما، فبداوا ان هم يتحرشوا بيها بطريقه بشعه جدا وقلعوها هدومها كلها، وبداوا ان هم كمان يلمسوا جسمها. والحقيقه ان ال4 شباب دول اعترفوا ان هم اتحرشوا بالبنت وكان في محاوله انهم كمان يغتصبوها. وبعد ما خلصوا كل حاجه وقفلوا الفيديو رجعوا لبسوا هدومهم وخرجوا من المكان وسابوها هي في المكان ومغمى عليها وعريانه، اللي هو حتى ما خافوش ان هو ممكن يجي حد بعدهم ويستغل الموقف ده، خاصه وهي كان مغمى عليها ومش دريانه بحاجه. لكن للاسف
مش دي نهايه القصه، دول ما اكتفوش بكده، دول تاني يوم نشروا الفيديو في كل جروبات النادي. ساعتها الضابط بيسالهم ليه عملتوا كده في البنت البريئه دي وايه طبيعه علاقتكم بيها. والحقيقه ان الشباب ساعتها كانوا مترددين في الاجابه وكانهم بيحاولوا ان هم يخفوا سر معين. فقالوا للضابط ان البنت دي لسه طالبه في المرحله الثانويه وانهم كانوا عايزين يفضحوها وينشروا صورها وهي عريانه، وانهم فعلا كانوا يعرفوها وان واحد بس من الاربعه دول كان صاحبها. طبعا الضابط ساعتها شك في الاربع شباب دول وحس ساعتها ان هم ما بيقولوش الصدق وكانوا بيكذبوا، ويظهر كده انهم بيحاولوا ان هم يخفوا الحقيقه علشان يخرجوا نفسهم من القضيه دي ويبينوا ان البنت هي اللي عملت كل الغلط. والحقيقه ان فعلا البنت غلطت بنسبه كبيره جدا، لكن ممكن تكون ان هي على درجه كبيره من السذاجه. المهم ان الضابط قرر ان هو يستجوب الضحيه، بس طبعا البنت من يوم اللي حصل ده وهي جوه اوضتها وما خرجتش منها، ولغايه دلوقتي مش عايزه تتكلم في الموضوع ده ابدا. وطبعا دخلت في حاله نفسيه رهيبه جدا بسبب اللي حصل لها، خاصه ان الفيديو انتشر في كل المواقع. يعني البنت خسرت كل حاجه في بدايه حياتها بسبب استهتارها وسذاجتها، لكن كمان بسبب وحشيه وجريمه الشباب الاربعه دول. طبعا الضباط قرروا ان هم يعملوا تحقيق مع اهل البنت، لكن اهل البنت كمان اتفاجئوا باللي حصل وما كانوش يعرفوا للاسف ان الفيديوهات دي انتشرت لبنتهم، وان بنتهم طالبه ولسه بتدرس في المدرسه، والمفروض ان هي طول الوقت ملتزمه بدراستها والدروس الخصوصيه اللي هي بتروحها من وقت للتاني. وطبعا اهلها ما كانوش يعرفوا ان هي اصلا بتعرف شباب، وساعتها قالوا للضابط ان هي من عيله محافظه ومتربيه. المشكله بقى ان البنت مش عايزه تتكلم نهائي، وبسكوتها للاسف بتثبت على نفسها اللي قالوه الشباب، خاصه وان الفيديو بتاع كاميرا المراقبه مبين ان البنت كانت ماشيه مع الشباب وهي في وعيها. وطبعا ده الاحتمالين، ان البنت راحت معاهم برغبتها، والاحتمال التاني ان هم قدروا يضحكوا عليها. ولغايه دلوقتي البنت في حاله نفسيه وحشه جدا وما بقتش حتى تروح المدرسه ولا تخرج من بيتها اصلا. المشكله ان البنت مش عايزه تقول ايه اللي حصل لها، وهل فعلا الموضوع تحرش ولا اغتصاب كامل. اللي صوروه الشباب في الفيديو كان تحرش اللي انتشر على الانترنت، لكن الحكم على الشباب دول متوقف على درجة الأذى اللي تعرضت ليه البنت، ودلوقتي الشباب دول محبوسين على ذمة القضية لحد ما يتم انتهاء التحقيق فيها. أما البنت فواضح إن قصتها لسه ما انتهتش، ومين عارف حالة البنت ممكن توصل لايه. طبعا القضيه لسه ما انتهتش لحد كده، ده بالعكس لسه بتبتدي، وممكن كمان ان هي تتحول لقضيه راي عام بسبب الجريمه البشعه اللي ارتكبها الاربع شباب المستهترين دول، لانهم ما اكتفوش بتخدير البنت واستدراجها لمكان مهجور، وما اكتفوش ان هم كانوا بيتحرشوا بيها، لا ده كمان كان في محاوله للاغتصاب. وزياده على كل ده ان هم صوروا كل ده فيديو ونشروه على كل جروبات النادي. والحقيقه ان من وجهه نظر الحكم اللي يستحقوه الشباب دول هو الاعدام في ميدان عام. علشان كده عايزين نسال سؤال مهم جدا، هي ايه علاقة البنت دي بالشباب دول؟ وليه ان هي تقبل ان هي تروح معاهم من البداية؟ حتى لو كانت صديقة واحد فيهم فالمفروض ان هي ما تروحش معاه في اي مكان. بس الاغرب من كل ده ان هي راحت معاهم فعلا عشان يحتفلوا بعيد ميلاد واحد صاحبهم. وفي النهاية القضية لسه مفتوحة والحكم لسه ما طلعش، لان البنت في حالة انهيار وصدمة عصبية، وممكن الايام الجاية يكون فيها مفاجآت او تحصل احداث تانية. بس يمكن تكون الحكاية دي درس كبير لكل الاهالي علشان تخلي بالها من ولادها. ولو عجبتك الحكاية دي ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.